السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. ومعانا النهاردة وصفة جديدة، وهنعمل رز بالريزو بقطع الفراخ وصوص الريزو بطريقة سهلة وبسيطة هتعجبكم طبعا، عشان الاكلة دي كل ولادنا بيحبوها، فاحنا هنعملها في البيت بطريقة انضف واوفر بكتير. تعالوا هنا معانا دول صدرين فرخة، طبعا غسلينهم ومنضفينهم كويس، وبعد ما صفيناهم ونشفناهم من المية تماما هنقطعهم مكعبات كده زي ما احنا شايفين كده. هنخليهم حجمهم متوسط. زي ما احنا شايفين قطعنا الكمية بتاعتنا. هنحط عليهم ملح وفلفل وبودرة حبهان، وهنحطهم ساعتين في التلاجة. عايزة تتبليهم من بالليل مفيش مشكلة، يعني تعمليهم قبلها بليلة مفيش مشكلة. هنعمل هنا معانا ده الدقيق اللي انا بعمله، اللي كنت عاملاه معاكم الفراخ الستريبس هو نفسه. هبقى انا انزل لكم اللينك بتاع الفراخ الستريبس في صندوق الوصف عشان تشوفوا طريق الدقيق والبهارات اللي عليه. زي ما احنا شفنا حطينا 5 معالق من الدقيق وعليهم ميه لغايه ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه. هنحط فيهم الفراخ وهنحطهم في التلاجة. تعالوا هنا نعمل معانا صوص الريزو. معانا هنا 5 معالق كاتشب، 3 معالق باربيكيو، معلقتين مستردة، عليها معلقة عسل اسود، ومعلقة هريسة ناعمة صغيرة. هنقلبهم كويس. هنحط عليهم ربع كوباية مية وهنقلبهم ونحطهم على النار يغلوا. كده على البوتاجاز عندنا هنقلبهم. كده الصوص بتاعنا غلي ووصل للقوام اللي احنا عايزينه. كده هنطفي عليه ونسيبه على جنب يهدى، وبعد كده نحطه في التلاجة. معانا هنا بهارات الريزو، معانا نص معلقة ملح، فلفل اسود 3 مكعبات مرقة، ربع معلقة كركم، بهارات فراخ، بهارات ريزو بنجيبها من عند العطار. معانا هنا مقادير نفس الحاجات اللي حطيناها في الصوص هنحطها هنا للرز. معلقتين كاتشب، معلقتين باربيكيو، معلقة مستردة، معلقة عسل اسود، معلقة صغيرة هريسة ناعمة، ومعلقة صلصة طماطم. كل دول هنقلبهم على بعض كده ونجهزهم. معانا هنا الحلة بتاعتنا هنحط زيت عليه البصل، ده بصل من اللي احنا مفرزينه سوا. شايفين الحاجة اللي بنفرزها بتيجي تنفعنا في وقت بتبقى سهلة معانا ازاي. هنحط رشة ملح ورشة فلفل اسود. انا مش عايزة هنا البصلة تحمر، انا بس يا دوب تتشوح وهننزل عليها بالبهارات بتاعتنا. هنقلب البهارات شوية. انا هنا مش مكترة الملح عشان معانا مكعبات المرقة. طبعا بعد ما نحط المية تغلي هندوق الملح قبل ما نحط الرز ونظبط الملح بتاعنا. حطينا هنا المكونات الباقية هنحط عليهم المية. انا دول عاملاهم 6.5 كوبايات مية على 5 كوبايات رز.
عشان الحاجة فيها صوصات كده بتشرب مية اكتر عشان الرز يستوي. وزي ما احنا شايفين قدمنا الصوص بتاعنا، ومعانا هنا رز مغسول ومتصفي هنحطه بعد ما المية غليت جدا. هنقلب الرز بتاعنا كويس. اهم حاجة في الرز الريزو ان احنا نقلبه باستمرار، بس كل شوية بقلب فيه. لما توصل المية لكده نروح مهدين النار ونفضل نقلب عشان ما يلزقش معانا. بس شايفين الرز معانا بعد ما استوى ريحته تحفة. بس شايفين لونه جميل ازاي. بجد جربوه هيعجبكم جدا وهيعجب اولادكم ومش هتشتروه تاني من برا. حاجة انت معمولة في البيت بايدك ونضيفة. معانا هنا هنعمل قطع الفراخ. ده الدقيق المتبهر هنحط عليه قطع الفراخ هنغلفها. نغلفها كويس. زي ما انتم شايفين معانا هنا مجهزة مصفى، لان مش عايزة يبقى فيها اي دقيق، يعني يا دوبك بس الكفر اللي هي متغلفة بيه، لكن زوايد الدقيق دي مش عايزاها. الخطوة دي بتفرق جدا في ان الفراخ تطلع معانا مظبوطة. معانا هنا زيت سخن هننزل بقطع الفراخ بتاعتنا. شايفين شكل الفراخ عامل ازاي. لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو ليكم اي اقتراحات او تعليقات سيبوها لنا في الكومنتات واحنا هنشوفها ان شاء الله. شايفين معانا الفراخ بتاعتنا. هنقلبها على الوش التاني تكمل السوا بتاعها. اهم حاجه نخلي بالنا من لونها انه يطلع لونها محمر حلو. كده احمرت حلو معانا الفراخ. هنطلعها. دايما بحب اطلعها في مصفى زي ما احنا شايفين. بس صوت القرمشه هي باين عليها القرمشه اصلا من شكلها ما فيهاش، مش شاربه اي زيت. وبص الكميه عملت معانا قد ايه، الصدرين طلعوا كميه قد ايه. شايفين الرز وجماله. بجد هيعجبكم جدا، جربوه وهيعجب اولادكم، مش هتفكروا تشتروه تاني بجد.